محدش يجي يقول الاهلي كسب بالتحكيم او المسرحيه او الكلام ده. انا ضد الفكره دي خالص النهارده بالذات تحديدا، دون عن حاجات في اخطاء تحكيميه، في اخطاء تحكيميه، بس هل هي هتاثر على نتيجه المباراه في حاجه؟ لا، ما اعتقدش. ممكن باستثناء الجون الاول، لان انا والله ما شفتوش خالص، بس كله بيقول ان هو اوفسايد. فهل هي اوفسايد ولا لا دي انا ما اعرفهاش، بس باستثناء الجون ده فاعتقد ان الزمالك ان الاهلي ما عندوش مشكله اصلا ان هو كان يلعب فاركو. بس هي بقى المشكله بالنسبه لي في حاجه واحده، هل هي دي فاركو اللي لعبت الاهلي الدور الاول 1-1 زهير المترجي هي نفس الفرقه اللي الاهلي تعادل معاها بطلوع الروح في اخر دقيقه؟ مش عارف. الماتش كان سهل جدا على الاهلي، لعيبه الاهلي كانت تقريبا كلها، حتى اللي نازل من على الدكه فايق. الفرقه التانيه تقريبا ما جاتش حرفيا. والغريب اصلا ان في الاستوديو التحليلي مديك بقى ان الاحصائيات بتاعه المباراه ان هم مش عارف حاجه و60 للاهلي مقابل حاجه و30 للفرقه اللي هي استاذ فاركو. فهل فاركو اصلا عمل حاجه يستحق عليها ان احنا نقول عليها ان هو عمل ماتش؟ لا خالص. زي سيراميكا برضه الناحيه الثانيه، بالعكس بقى سيراميكا كمان بيراميدز مطرود منه واحد من الدقيقه تقريبا بدايه الشوط الثاني ونفس الكلام، وفجاه انا بقى بقلب ما بين ده وما بين ده الاقي 5-1. يا جماعه ده 6-0 و5-1، يا جماعه الكلام ده. فبجد الفرقتين دول عندهم فروقات كبيره جدا في اللعيبه وفي الكواليتي عن اي فرقه ثانيه بما فيهم الزمالك. حتى الزمالك اللي مخليه مركز ثالث هو جمهوره. بس خلينا نتكلم على ماتش الاهلي تحديدا عشان ده اللي ركزت عليه شويه، لانه كان فيه كوره اكتر من ماتش بيراميدز كان مريح بعض اللعيبه كتير لحد اخر الشوط تقريبا او نص الشوط الثاني. فالاهلي كان بيعمل حاجه لذيذه جدا جدا في الماتش. الاهلي كان بيلعب بطبيعته اللي هو 4-2-3-1 اللي بيلعبها، بس الاهلي كان بيعمل حاجه لذيذه جدا ان هو كان بيزود دايما واحد في نص الملعب زياده على الثلاثه بتوع الارتكاز اللي بيلعب بيهم فوق. فكان دايما بتلاقي امام بينزل اللي هو يعتبر بيلعب مركز، والله انا مش عارف هو بيلعبوا كام، امبارح دايما بيلعبوا 10. ففكره هو كان بينزل مع السوليه بيبقوا 3 وبيضم عليهم طاهر فبيقفل ب4 في قلب الملعب، بيبقى فيه دايما ضغط عالي غير الاثنين اللي قدام اللي هم وسام ومش فاكر كان مين التاني، بن شرقي. كان دايما بيبقى فيه ضغط عليه من الاثنين دول، وكان من تحتيهم بيجي الاربعه دول. دايما هتلاقي في 4-3 في نص الملعب، فهتلاقي دايما ما بيعرفش يسلم ويستلم، مع كمان تقل لعيبه فاركو اللي هم اساسا بجد يا جماعه في لعيبه كتير جدا في الدوري المصري ما تستحقش انها تلعب في الدوري، ما تستحقش خالص. فكره ان انت تبقى الكره قدامك انك تقدر تروح وتزيد وتروح لافف وراجع ولاعب ورا، دي قمه الغباء. فانت تخيل عندك لعيبه كده كتير. فاركو بتعمل نفس الفكره دي، مع كمان ان التحولات عند فاركو ضعيفه جدا بقى. فاركو كان في اول الماتش دايما قاعد ورا ومستني الاهلي ويلعب على ايه، على الهجمات والتحولات. فجاه تلاقي ان الاهلي هو اللي بيضغط، وحتى لما الكره بتتقطع الاهلي هو اللي ارتداده سريع جدا يروح يجيب الكره ويرجع تاني. ففاركو كان عندها كميه مشاكل كبيره جدا امبارح، مع عجز كبير جدا من الثلاثه اللي قدام، مع كمان الناس بتوع نص الملعب ان هم اصلا يطلعوا الكره من نص الملعب، ياخدوها من ورا يطلعوها من النص اللي قدام. كميه ميس باص مرعبه، كميه قطع كره مرعب، كميه غلطات كتير جدا، مع كمان ان هم اتخطفوا في اول 9 دقايق ولا 10 دقايق بجون. فالموضوع راح منهم خالص، مع كمان فوقان لعيبه الاهلي. الموضوع كان مرعب عليهم جدا بجد، مع كمان ضغط الجماهير، مع كل ده. الفرقه اللي قدامك مش شايفه، هي نازله مش شايفه. اضاف على كده بقى دخل فيها جون، اضاف على كده كمان ان هم مش قادرين حتى يسلموا استلموا. انا بصيت على فاركو طول الماتش تقريبا باستثناء اخر 10 دقايق في الشوط الاول، من اول الشوط الاولاني والشوط الثاني كله فاركو ما لعبتش 4 أو 5 تمريرات على بعض. دايما 4-5 تمريرات وتتقطع وترجع تاني، 4-5 تمريرات وتتقطع وترجع تاني. ده لو كانوا طلعوا بالكوره. الشوط الثاني تقريبا الاهلي ماسكهم في ال 18، مفيش نفس. ف مش عارف ازاي دي فاركو اللي لعبت الدور الاول هي فاركو اللي بتلعب دلوقتي. فرق مرعب جدا في الاستلام والتسليم، في الحركه، في ان هي حتى في طريقه الدفاع، لان هو كان بيدافع ككومباكت في الدور الاولاني غير ده خالص. في فرق مرعب جدا. كمان الاهلي كان حلاوته ان هو بيضغط من العمق. طب انا مش هروح من العمق، هطلع على الاطراف. طب انا مش هلعب من الاطراف، هلعب من على الاطراف للعمق ومن العمق للاطراف، وههاجم وهخش مثلا ب4-5 جوه المنطقه وهلعب وهجيب اجوان. وكان عايز يكسب كده الاهلي كان كده بينزل على المكسب. بس الفكره كلها بقى ان الفرقه اللي قدامك ان انت دايما رد فعلك بطيء جدا على السرعه اللي الاهلي بيلعب بيها وبيعلي الريتم عليك، فانت بالتالي مفيش خالص.
لحد دلوقتي هو مبروك للاهلي الدوري. لما نشوف بس المحكمه الدوليه هتحكم بايه، دي لسه هنشوفها. بس اول مره اشوف بقى في بلد في دوري الاقي فرقتين الاتنين كسبانين وهما الاتنين بيحتفلوا بالدوري. والغريب اكتر بقى اللي انا ما فهمتهاش امبارح من قناه اون تايم، ان هي امبارح ده بيحتفل وده بيحتفل، فراحت قطع على بيراميدز الاحتفال بتاعه، وراحت رايحه مركزه مع الاحتفال بتاع الاهلي ومكمله معاه عشان هو اللي رايح له الدوري. ده كلام مش منطقي. انت دلوقتي مش محايد لان الفرقتين لسه قدامهم، هو كده كده الدوري هيتسلم للاهلي امبارح، بس هل بقى الاهلي خده فعليا لسه اما المحكمه الرياضيه تحكم؟ فلو المحكمه الرياضيه حكمت بالعكس فالدوري هيروح يتاخد من الاهلي يطرح لايه؟ لبيراميدز. فده كان بيحتفل وده بيحتفل، الطبيعي ان انت تسيب الاحتفالين شغالين. لكن دي قمه العبث اللي موجود في الكوره، بالاضافه لكمان حتى الثلاثه اللي نازلين تحت اللي هم في الهبوط، الثلاثه كمان كانوا بيحتفلوا ان هم ما هبطوش. فدوري غريب، اتحاد غريب، كل حاجه غريبه مش مفهومه خالص والله. بس فكره ان انت بتتعامل بمعايير مختلفه ما بين ده وما بين ده شيء غريب جدا مش مفهوم. ليه هنا انا بعمل ده وبحتفل معاه وبروح معاه وده ما بحتفلش معاه، مع ان الاثنين يستحقوا دلوقتي حاليا على الوضع الحالي؟ الفرق نقطتين للاهلي، بس فعلا لو اتخصمت 3 نقط هيبقى بيراميدز هو الكسبان. فشيء غريب جدا مش مفهوم. اداره غريبه جدا للكوره في مصر. مش عارف اطول عليكم كتير، بس ده كان ملخص كده بسيط للماتش اللي انا اتفرجت عليه امبارح. مبروك للاهلي ومبروك لبيراميدز. مش عارف اقول لمين بقى. سلام.